ممكن المايك عندي إعلان. حياك الله يا الفالح. تفضل يا فالح، معك اللاقط. حياك الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. سامعيني؟ اللي سامعني يضغط واحد حتى يتأكد أن الجميع يسمعني. اللي سامعني يضغط واحد حتى يتأكد أن الجميع يسمعوني. الجميع يسمعوني. اللي سامعني يرفع واحد حتى. الحين سامعيني؟ سامعيني. الحمد لله. أولا أريد أن أقول لكم أو أبشركم أنني من الليلة أصبحت سنيا 100%. وطبعا القصة بدأت معي في قصة شاهدتها على اليوتيوب عند أبو مشاري حول قصة فاطمة. حول هذه القصة بالذات هي التي جذبتني إلى أن هناك شيء خطأ في المذهب الشيعي، وخصوصا الاثنى عشرية. لذلك من هذه القصة بدأت أبحث عن الحقيقة، حتى وجدتها في هذه النقطة، في هذا البلتوك الذي يديره أبو مشاري. وحقيقة أبو مشاري قد أقنعني 100% أن المذهب السني هو المذهب الأصح 100%، وهو الذي يوصل صاحبه إلى الجنة مباشرة. لذلك جزاكم الله خيرا، لأنك فتحتوا لي ستار كان مسدول علي. لذلك جزاكم الله خيرا، وأنا كنت أبحث عن الحقيقة ووجدتها هنا معكم ولله الحمد، خصوصا عندما حاورت هذا الرجل الذي يقال له أبو دمعة. لذلك أبشركم يا إخواني، واعتبروني أخا لكم من هذه اللحظة، أخا لكم في الله أولا، وأخا لكم في الإنسانية. وإن شاء الله سوف أبذل مجهودي كله وبما وتسجيلات أن أقنع إخواني ويقنع كل العالم بأن هؤلاء، وخصوصا الاثنى عشرية. لقد قلت لكم سابقا أنني ولله الحمد أبشركم أنني أصبحت من هذه اللحظة سنيا 100%، بعد قناعة وبحث عن الحقيقة. والحمد لله وجدت الحقيقة، ووجدت ضالتي التي كنت أبحث عنها دائما، وكنت أقول في نفسي هناك شيء خطأ في مذهبي، مع أن مذهبي ليس كالمذاهب الأخرى. ليس كالاثنى عشري. وخصوصا عندما أسمع علماء الشيعة وأسمع حججهم الواهية، قصصهم كلها كذب في كذب ومتناقضة. إما أن يكون صاحبها ميتا، وإذا كنت أبحث عن حديث لا أجد حديث، أجد رجلين أو ثلاثة ليسوا معروفين، وروايتهم ضعيفة جدا، وعلماؤهم ليس عندهم علم. يمكن أنا أحسن منهم أو أنتم أحسن منهم. ليس عندهم علم، وليست عندهم حجة، وليس عندهم شيء، بل كذب في كذب فكذب، وقد أكثروا وأسرفوا في الكذب. ولكن مشكلة الشيعة أنهم لا يستطيعون أن يناقشوا. إذا وقف العالم وكذب عليهم ساعات لا يستطيع أحد يقول له قل حجتك، وما هي حجتك يا عالم، أو أعطينا المصدر بهذا لذلك أبشركم والله، أقول لكم وبكل صراحة أن مذهب السنة هو المذهب الذي يوصل إلى الجنة. وحقيقة أنا هذاك اليوم سمعت ما شاء الله، سمعت مداخلات وسمعت حوارات، بس وعرفت من خلال الغرفة هنا، كنت أتابع الحوارات بين أهل السنة وبين أهل الشيعة. والله نفس الحوارات التي تصير في غرفة المسلمين والنصارى، عندما يتصل بهم أخونا
وسام يتصل بالمسيحيين ويقول لهم ويعطيهم الحجج ويعطيهم يقطعون عنه الهاتف وأحيانا لا يجيبونه، هكذا الشيعة. ولكن أنا أجد أن الشيعة أصعب الحوار معهم من الحوار مع المسيحيين، أصعب الحوار معهم من الحوار مع المسيحيين والله، لأن هؤلاء يريقون دماء حتى الصغار، حتى الصغار لم يسلموا منهم، يريقون دماءهم حتى الصغار يا إخوان. ما ذنب الصغار في اللطمية وفي إراقة الدماء بالدماء، وما ذنبنا نحن يعني في معركة مضت صار 1400 سنة، ما علاقتنا بها نحن الآن، ومع علمنا أن الحسين من أهل الجنة، الحسين والحسن من أهل الجنة، فكيف نقيم المآتم عليهم من 1400 سنة حتى الحين؟ والله الحمد لله، الحمد لله، والله الحمد لله، حس السعادة في قلبي لم أجدها من قبل، الحمد لله عندما أعلنت هذا الإعلان. وأشكر بالأخص أشكر أبو مشاري لأنه هو كان المفتاح، أبو مشاري كان هو المفتاح الذي بدأت به قصتي. وأشكر أبو سعد على سعة قلبه وسعة ورحابة صدره وحواره البناء وحججه القوية، وجزاكم الله خير. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وقد دخلت غرف الشيعة ولم يحاولوني، حتى ولم يتركوني أدخل الغرفة، عندما أوجه الأسئلة يطردونني من غرفهم مباشرة، حتى أصبحت لا أدخل غرفهم بسبب إما يحطوني في البان أو يحطوني أو يطردوني. والله هذه حقيقة أقولها لكم، عندما غرفهم أدخلها، لما أدخلها ويعرفوني ويعرفوا من خلال أسئلتي يطردوني مباشرة، لا يقبلوا النقاش في هذا الموضوع. وجزاكم الله خيرا وأطلت عليكم، والحمد لله. والله يجب أن تحمدوا الله في الليل والنهار. ولكن أقول لكم شيء، أنا كل صلاة ألعن الاثنى عشرية من ألفهم إلى يائهم، كل صلاة، لأنهم هم الذين يوصلون لكل هذه المآسي التي نحن فيها، وجزاكم الله خيرا وما قصرت. وإلى الأمام يا إخوان، لا تقصروا أنتم، يمكن يكونوا معكم واحدين بس يستمعوا للحقيقة، بس يستمعوا يشوفوا يعني شو الحق وشو يتبعوا، مثل حكايتي أنا في معكم ناس يستمعوا يريدون يعرفوا الحق. لذلك جزاكم الله خير، ما قصرتم، وحاولوا أن تبينوا أكثر، وجزاكم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ولكن يا أخي الحبيب لا تلعنهم في صلاتك، بارك الله فيك، لا تلعنهم في صلاتك، بل ادعوا الله أن يهديهم. يا أخوان، هذا الأخ اللي معنا الآن كان معنا قبل يومين وحاور أبو دمعة في تسجيل أبو دمعة بأكل غائط المعصومين وشرب بولهم، حاور أبو دمعة وانهزم أبو دمعة أمامه، والله هو وكل الشيعة في الغرفة ما استطاعوا أن يرد عليه. ودعا له أخونا حيدر الكرار، الله يجزاك الخير. تسمعني يا حيدر تسمعني؟ حيدر الكرار تسمعني؟ أخونا الحبيب حيدر موجود معنا في الغرفة. حيدر الكرار دعا له في جوف الليل، والله دعا له أن يهتدي في جوف الليل، والله وأسأل الله تعالى أن يجزاك الخير يا حيدر، أنت والعم بومشاري وكل من ساهم